السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي في القناة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بثاني تحضيراتي الرمضانية اللي هي الزيتون الكاسي معشوق الجماهير الجزائرية. ساهل ماهل، خدمة نظيفة أحسن من تاع المحلات، وبزيت الزيتون ورائع جدا. اقعدوا معايا لآخر الفيديو شوفوا كيفاش خدمته وجربوه واستمتعوا بالبنة تاعو في هذا رمضان. قبل ما نروحوا للوصفة جامل الفيديو فضلا وليس أمرا، جزاكم الله خيرا. نقولوا بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ونبداو. اول حاجه راح نبداو بها نجيبوا الفلفل الحار هذا الصغير ونرحيوه في الاشوار بعد ما نكونوا غسلناه ونحينا له الزريعه اللي فيه هذيك باش ما تضرش في القولون. وراح نرحيوه مليح خلاه مش رحيوه تولي تقلبوه بيري، رحيوه كيما ندقدقوه كالبصله ولا. ونحطوه في صفاي. للاسف كنت حطيت الملح وما تصور ليش، حطوا عليه رشه فقط ملح باش يطلق الماء تاعو الزايد باش ما يفسدناش هذاك المخلل. بعدها راح نحطوه في الثلاجه ليله كامله. انا كنت غطيته باش ما يطلقش الريحه وما يلقطش ريحه من الاكل اخر. وبعد مرور ليله كامله راح نروح نجيبو بروكلو. قصيته صغير كيما الحبه تاع الزيتون، وعندي نفس كميته زيتون، وراح ندير نفس كميته جزر ونفس كميته بسباس. راح نقصوه بهذه القصاصه اذا كانت عندكم، اذا ما كانتش عندكم قصوا بالموس عادي. انا قصيتها كيما هناك باش تمد منظر فقط. قصوها شويه رقيقه، ما تقصوهاش خشينه لانه مش راح يترقد في محلول ملحي اللي راح يخليه يعني يترقد 100%. وفي نفس الوقت هذه الطريقه راح تخلي الجزر يجي مقرمش وفي نفس الوقت طري. كملت قصيت الحبة تاع الجزر فلقيتها جاتني قليلة، زدت تعاود تروح جبت نص حبة لانها كبيرة بزاف، زدت تعاود قصيتها هي كذلك وحطيتها معاهم. وزدت كملت الحبة تاع البسباس هذيك صغيرة. كمية ترجع ليكم، انا نحب نحط كيف بعضها، انتم تحبوا تحطوا حاجة اكثر من حاجة براحتكم. راح نقصوا كذلك البسباس ما هو خشين ما هو رقيق ونحطوهم معاهم. وبعدها راح نسخنوا الماء يولي يغلي، يبدا يولي يغلي يعني يوصل لدرجه الغليان 100. راح نحطوه على هذاك البسباس والسناريه والبروكلي ونخليوهم جانبا حتى يبرد الماء تماما، خلاه يولي بارد كما كان درناه في الاول، كما حطيناه عفوا في الاول يسخن. بعدها راح نروحوا للزيتون. عندي نفس الكميه تاع الزيتون تاع البسباس، لكن الزيتون اللي كحلو الكورنيشون هذاك الفلفل ما كثرتش لاني ما يحبوش ياكلوهم، يعني ياكلوا لي غير هاد الحوايج فجبتهم لي انا فقط. نتوما تحبوا ديروا الكميات نفسها كذلك هنا ولا ديروها مختلفه براحتكم. راح نروح نجيب الزيتون ونجيب زوج فراشط. نحطوا الزيتون نستفوه على البلون على هذيك البلانشا، ونجيو نحميو كيما شتوني هذوك الفرشيطات، نحميو زوز مع بعضهم في نفس الوقت باش ما نتعطلوش وتحمى مليح خلا حتى تبدا تحمر. وبعدها نجيو نشلطوا بها هذا الزيتون. اللي عنده البانيناز راح تجيه سهله، يستفهم في البانيناز ويبريسيهم من التحت ومن الفوق راح يتشواو. هذه الطريقه راح تخليه يجي مشوي وفيه ريحه الشوا كيما اللي يتباع برا. بعد ما كملت رحت جبت الفلفل هذاك، شوفوا الماء اللي كان هبط منه لازم يكثر مليح باش ما يفسد لكمش هذاك المخلل اللي راح نخدموه. وكذلك هذاك البسباس والسناريه والبروكلو حطيتهم في الصحنه. بعد ما برد الماء خليتهم قطروا ليله كامله على الاقل 6 سوايع ولا ليله كامله باش ما يفسدوناش كذلك المخلل. وراح نجيبوا الزيتون هذاك اللي كنا شلحناه قبل راح نحطوه، وكذلك معاهم المخلل ومعاهم الفلفل هذاك والزيتون الكحل. ونتاكدوا بلي ما فيهمش الماء، لازم يكون شويه من الماء باش ما يفسدوناش هذا المخلل اللي درناه او الزيتون كاسي. ما علينا. بعد ما كملتهم راح نروح نجيب مغرفه كبيره من زريعه البسباس، وراح نجيب مغرفه كبيره من الكزبره حب، وراح نجيبه كذلك ملعقة كبيرة حتى الملعقتين نعمرتهم مليح خلا وزدت شوية حتى الملعقتين تاع حمار حمر. اما ديروا الحار اما ديروا الحلو. انا درت الحلو لاني حنحط الهريسة وندمت لانه الفلفل هذاك اللي كنت متوقعته حار ماهوش حار، والهريسة كذلك كنت متوقعتها حارة ما لقيتهاش حارة ما جانيش حار خلا. ما علينا. وراح نجيبوا فصين كبار من الثوم راح نرابيوهم كذلك على هذاك الزيتون كاسي باش يمدوا طعم مليح للزيتون كاسي. وانتوما اذا تحبوا الحار كيما انا اشريوا الفلفل دريس هذاك الاحمر الصغير ولا تجيبوا الحمار الحار. وراح نجيو نحطوا زيت زيتونه، اللي يحب طعم الزيت زيتونه يحطها كامل زيت زيتونه، واللي كيما انا ما نستحملش طعم الزيت زيتونه وحده حطيت كميه من الزيت زيتونه مليحه، وحطيت كميه مش قدها قل منها شوي تاع زيت عادي باش تروح هذيك الطعم
الطعمه القويه تاع الزيت. وانتم اذا تحبوا زيت زيتونه ديروه بزيت زيتونه ساكخه، راح يجيكم يهبل يهبل. بعدها راح نخلطوهم مليح خلاه حتى يدخلوا المكونات مع بعضهم، ونجيبوا هذه العلب البلاستيكيه. من المستحبه علب بلاستيكيه هذو خير لانه سعرهم رخيص، ويستعملوا تقدر تستعمليه حتى قدام من مره مش مره واحده فقط. او اللي عنده بلاره تاع الزجاج يحط فيها. انا عندي بلاره تاع الزجاج لكن كبيره، وكل ما كنتش نتوقع انها تتعبى، يعني توقعت انها ما يكفينيش، قلت لاني ما شريتش نفس الكميه تاع العام اللي فات، شريت شويه برك على قدي انا. فعمرت كذلك في البلاره تاع الزجاج باش نحطها في الفريجيدير، ما تحطوش على برا لانه ما فيش ماده حافظه. اي نعم الزيت زيتون والزيت راه مواد حافظه، لكن مش كيما اللي تخدم برا يحطوا له بعد مواد سبيسيال حافظه تخليه مهما تحط على برا ما يفزج. بعد ما كملت خطفت شويه البلاره وجيت باش نوري لكم كيفاه شكله النهائي، وهكا تقدروا تاكلوه عادي يعني كي خدمتوه كي من هكا، ولا تحبوا تخليوه يترقد يومين 3 ايام وتقدموه وتاكلوه بالصحة والهنا. شوف كيفاه جا يشهي. وهذا بالبلاستيكية عملية جدا ورخيصة، احسن من البلارات تاع عفوا من لي بورتمونجي تاع نيلو، مش بلارات اني غلط. وشوفوا يعني تحاول تحديت لكم وذقتوا حتى معاكم باش نقول لكم رايي فيه. شوفوا كيفاه يعني جا يعني شكلا ومذاقا يشهي يشهي. نتمنى غير انكم تجربوه وتردوا لي بالخبر في التعليقات، وخبيوا الوصفة رمضان، يعني جربوه خبيوه رمضان في الثلاجة باش تاكلوه مع شخشوخة مع شوربة. الناس اللي تحب المخللات تعرف كيفاش تعتمدوا وتاكلوا. هنا كنت طقت حبة زيتون طعمه جا رائع 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 جدا، وجا بنين حتى على تبرة كما قلت لكم. اذا عجبتكم الوصفه ديروا لها جيم وبرطاجوها اذا امكن مع احبابكم واحباباتكم باش هما كذلك يستفادوا يجربوا الوصفه. ما تنسوناش بدعواتكم، دعوه خير لكم مثلها وزياده على ذلك. مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يشوف التحضيرات الجايه. يلا سلام.